رياضة الجري، فنحن نبشرك بأن لهذه الرياضة السهلة والتي يمكن القيام بها في أي مكان لها العديد والعديد من الفوائد الصحية. أما إذا كنت لا تمارس هذه الرياضة، فمن المؤكد أنك بعدما تقرأ الفوائد المذهلة التي سوف نقوم بعرضها من خلال هذا المقطع سوف تحرص على ممارستها. يساعد على فقدان الوزن. وفقا لدراسة نشرت في عام 2013 أن الجري يساعد بشكل كبير على حرق السعرات الحرارية، ولكن يصعب تحديد عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها نظرا لاختلاف الوزن والسرعة لدى كل شخص، ولكن يجب أن تمارس هذه الرياضة لمدة نصف ساعة 3 أو 4 مرات أسبوعيا. يساعد على النوم بشكل أفضل. يساعد الجري على محاربة الأرق والتمتع بنوم عميق أثناء الليل، حيث وفقا لدراسة أجريت في جامعة نورث ويستن عام 2010 بأن التمارين الرياضية المنتظمة وخصوصا الجري يساعد على النوم بشكل صحي لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق. يحافظ على صحة العظام والمفاصل. الجري يساعد على تقوية العظام والمفاصل، حيث إنه وفقا لدراسة أجريت عام 2009 في جامعة ميسوري بأن رياضة كالجري لها تأثير كبير على زيادة كثافة المعادن في عظام الفخذين والساقين، كما أن حرصك على ممارسة هذه الرياضة في سن مبكر يقلل من فرص إصابتك بهشاشة العظام والتهاب المفاصل. يقوي المخ. التمارين الرياضية مثل الجري لها آثار إيجابية على وظائف المخ، لأنها تعمل على تقوية الذاكرة وأيضا زيادة معدل ضربات القلب، وبالتالي وصول المزيد من الأكسجين إلى المخ. وفي دراسة نشرت عام 2011 بأن الجري يحمي من الإصابة باضطرابات عقلية مرتبطة بالتقدم في السن، فالحرص على ممارسة رياضة الجري منذ الصغر يحميك من الإصابة بالخرف أو الزهايمر عند الكبر. يحسن صحة القلب. إن القلب عبارة عن عضلة، وبالتالي فإن ممارسة رياضة الجري بانتظام سوف يكون لها مردوده الإيجابي، لأن الجري يساعد بشكل كبير على تنشيط الدورة الدموية، كما أنه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار. وفقا لدراسة نشرت عام 2014 فإن الجري لمدة 7 دقائق يوميا يساعد على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف تقريبا بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة. محاربة الاكتئاب. أثبتت العديد من الدراسات أن ممارسة رياضة الجري فعالة جدا في محاربة الاكتئاب، لأنه يساعد على إفراز مادة الأندورفين، كما يقلل إفرازات الجهاز المناعي التي تؤدي إلى الشعور بالمزاج السيء، كما أنه يساعد على رفع درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى الشعور بالراحة والهدوء النفسي. فكلما شعرت باكتئاب اخرج ومارس رياضة الجري وسوف تشعر بالراحة. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. أثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة كالجري يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان والوقاية من سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا والمبيض والمعدة. ومع ذلك فهو ليس علاجا للسرطان، وإنما يقلل من خطر الإصابة به فقط. يجعل الجلد صحيا أكثر. الجري هو أحد أسرار المحافظة على صحة الجلد والبشرة وزيادة نضارتهن، حيث إن الجري يساعد على زيادة العرق، وبالتالي تخليص الجسم من السموم والشوائب التي تسبب البثور وحب الشباب، كما أن الجري يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي وصول المزيد من الأكسجين والمواد المغذية إلى الجلد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا كنت من محب